والله راه كنبكي على بنتي، وراه كنبكي على بنتي يا عباد الله. لكان الاسلام وراه تمشي مرا راه تجي مرا، والله راه ما عنديش غرام ديال المشكل في هادشي. انا باغي نشري سلامتي لولادي، دار الى دار الاخره اللي باغا هاد السيده، دار الى دار الاخره. راه ما غنديو معنا ديور، ما غنديو معنا مشاريع، ما غنديو معنا طوموبيلات، ما غنديو معنا حتى شي حاجه. انا تعرضت للاعتداءات مع هاد الناس، تعرضت للاعتداءات، وهزيت ديت لابريكاد وقالوا لي الجدرميه سير، راه ما كاين والو من هادشي. السيد اللي قال لي مرتك خارجه الطريق راه هو اللي معتبعني العصابات دابا حاليا. شحال من سنه وشاد؟ فؤاد مهابش 4. نشوفوا لينا فمك. الفوقاني كامل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رجعنا لكم بتطورات ومعطيات جديدة وصادمة في ديك الواقعة اللي هزات منطقة بني خلف ضواحي المحمدية، بالضبط في ديك إقامة جناز الزيتون اللي كنا شفنا الفيديوهات ديال العافية اللي شعلات في 3 ديال الشقق تماك. ولكن اليوم كاين وجه آخر للقصة، وجه كيتعلق بالدوافع اللي خلات هذاك السيد اللي سميتو علال رب لأسرة يدير فعلة بحال هادي. المعطيات الجديدة كتقول بلي هذا السيد ما ناضش وشعل العافية غير هكاك، بل كاين صراع شخصي ونفسي كبير كيعيشو هذا الرجل منذ مدة هادي. علال كيعاود في واحد الفيديو سابق قبل ما يقوم بهذه العملية باللي أنه تعرض للظلم والقهر، وباللي حياته تحولت لجحيم قبل ما يقرر يشعل ديك العافية. هذه المعطيات كترجح وجود دوافع انتقامية بسبب نزاعات عائلية وشخصية كانت مخبية وراء أسوار هذه الإقامة. وحسب مصادر قريبة من الملف، علال كان ديجا تقدم بشكاية عند الدرك الملكي كيتهم فيها الزوجة ديالو بالخيانة الزوجية، وبأنها على علاقة بواحد الشخص معروف في المنطقة بسوابقه القضائية وفي ترويج الممنوعات. هذا السيد حسب الرواية ديالو ما وقفش غير هنا، بل وصل به الأمر أنه هدد الكرامة ديالو وديال عائلته. والصادم في الأمر هو أن علال كيقول بلي الشكاية ديالو ما لقاتش التفاعل اللي كان كيتسناه، وهذا الشيء خلاه يحس بالضياع وباللي صوته ما مسموعش. في الفيديو اللي شفتو في الأول، علال كيتكلم بحرقة كتبين لنا حجم الألم والانكسار في الملامح ديالو. علال كيشير باللي تعرض لاعتداء جسدي قاسي من طرف ناس على صلة بهذا الخلاف، وهذا الاعتداء خلاه يفقد 4 ديال السنان ديالو، وكيبينهم لينا في الفيديو كيف شفتو كدليل على داك الشيء اللي داز عليه. هذا الراجل كيقول باللي الإهانات وصلت لمرته وبنته وتحولات لضرب في الشرف والكرامة، وهذا الشيء كاع ما قد يصبر عليه. فملي كيوصل الراجل لهذه الدرجة من القهر كيولي الصمت أثقل من الجبال. علال حسب الرواية ديالو جرب يطرق كاع الأبواب القانونية، مشى عند الدرك وبحث عن الحماية والإنصاف، ولكن ملي حس باللي حقه كيضيع بين الخوف والتجاهل دخل في دوامة نفسية خطيرة وحالة من الانهيار. هذا الانهيار هو اللي يقدر يكون دفعوا لهذا التصرف اليائس اللي ما كيعكسش بالضرورة طبيعته كإنسان، ولكن كيعكس حجم الضغط اللي تراكم الداخل ديالو. القضية اليوم ما بقاتش غير حريق وشقق ضاعت، بل ولات قضية مجتمعية كتطرح سؤال كبير: شنو كيوقع ملي كيتسد باب الإنصاف في وجه المظلوم؟ المجتمع ما كيربح والو ملي كيترك إنسان بوحده كيواجه الإهانة والاعتداء في الجسد وفي العائلة. هذا الراجل في الأخير كيبقى مواطن كيطلب اللي تسمع صوته باش التحقيق يكون نزيه ومسؤول باش تبان الحقيقة كاملة. طبعا هذا الشيء اللي كنقولوه ليس تبرير على أنه يقوم بحرق وإضرام النار. كيف كتعرفوا إضرام النار عقوبته ثقيلة، قد تقدر توصل حتى ل 20 ولا 30 سنة. احنا لا نبرر الفعل لأن بنادم لا حس باليأس ديال الجرائم، ولكن كان على السلطات يتصنتوا لهذا السيد ويعرفوا شنو المشكلة ديالو. دابا الملف بين يدي النيابة العامة المختصة، والتحقيقات باقا مستمرة باش تكشف كاع الملابسات. فرضية الدافع الانتقامي كاينة وقوية، ولكن الحقيقة الكاملة غادي تبان في الأيام القادمة. كنبقاو ديما نقولوا الله يلطف بالجميع، والعنف ما عمره كان هو الحل، ولكن العدل والإنصاف هما اللي كيحميو المجتمع من بحال هذه الكوارث. نسأل الله السلامة والعافية.